مالك الجزائري صاحب مقولة أخرط برك أتيت بجريدة البلاد الجزائرية 50,000 مسؤول جزائري بجنسية فرنسية، وحينما رآها بهت الذي كفر فلم يجد سوى أن يقول قصاصتي. خلينا نوريها لك. هذا ما شافهاش السي رضوان، هذا ما شافهاش حتى هو خصو، هذا ما شافهاش خصو يشوفها هذا، لأنه النوع هذا ما كي أصحاب البيسطاش من أدبياتهم هي أخرط برك، أطلقها تسرح كما يقال عندنا في المغرب. وحينما أتينا بجريدة جزائرية لا دخل للمخزن أو للمخزن الصهيوني وما إلى ذلك تلك مصطلحات فيها، 50,000 مسؤول جزائري يحمل الجنسية الفرنسية يسيرونكم إلى يومنا هذا، ويأتيك ممن يؤمن بمقولة أن الجزائر تحررت ليكذب هذا الأمر ويدعي كذبا. أنه حينما نستشهد بالأدلة فنحن نؤكد على أن المعلومة نأتي بها من ألسنتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه المداخلة ديال تيك توكر المغربي الملقب بالرأي المغربي ولد الصحراء الغربية المغربية في واحد البث مباشر على منصة تيك توك، واللي غادي يرد على الكراغلة المبردعين اللي يوميا كيتهجموا على الشعب المغربي وكيوصفوهم بالصهاينة، مع العلم إخواني الكرام أنه ما كانش شي شعب أكثر صهيونية من الكراغلة. فالرأي المغربي غادي يكشف بالدلائل والبراهين، وغادي يوضح بأن الكراغلة وجنرالات الجزائر أكثر ناس منبطحين للفرنسيين وللصهاينة، فيكفي أنه أكثر من 50,000 مسؤول جزائري عندهم الجنسية الفرنسية. وهذا الشيء اللي يزيد يبين لنا بأن الجزائر لا تزال ليومنا هذا مقاطعة تابعة للدولة الفرنسية. المهم إخواني الكرام، بلا ما نزيد نطول عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعليق. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي أول مرة كيشاهدوا القناة كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. قبيله جزيلا اخويا رضوان، تحيه طيبه لك، واتمنى من الاخوه الكرام اتمنى من الاخوه الكرام متواجدين في المساحه الانضباط الى سلطه اللايف من خلال تسيير رضوان. واعتقد الاخوه الكرام من المغاربه اللي طلعوا في النقاش، اعتقد انه رضوان عنده موضوع لا داعي للرجوع الى امور ابعد من سياق الموضوع والغايه الاساسيه ديالو اللي باغيها رضوان. الاخوه الكرام، اعتقد انه إن كان الرأي المغربي بقصاصاته يكذبكم دون أن يتحدث، مالك الجزائري صاحب مقولة أخرط برك أتيت بجريدة البلاد الجزائرية 50,000 مسؤول جزائري بجنسية فرنسية، وحينما رآها بهت الذي كفر فلم يجد سوى أن يقول قصاصتي. خلينا نوريها لك. هذا ما شافهاش السي رضوان، هذا ما شافهاش حتى هو خصو، هذا ما شافهاش خصو يشوفها هذا، لأنه النوع هذا ما كي لا يؤمنون إلا بما للأسف الشديد خصو يشوفها. أعتقد أنه أصحاب البيسطاش من أدبياتهم هي أخرط برك، أطلقها تسرح كما يقال عندنا في المغرب. وحينما أتينا بجريدة جزائرية لا دخل للمخزن أو للمخزن الصهيوني وما إلى ذلك تلك مصطلحات فيها، 50,000 مسؤول جزائري يحمل الجنسية الفرنسية يسيرونكم إلى يومنا هذا، ويأتيك ممن يؤمن بمقولة أن الجزائر تحررت ليكذب هذا الأمر ويدعي كذبا. أنه حينما نستشهد بالأدلة فنحن نؤكد على أن المعلومة نأتي بها من ألسنتكم التي من خلالها نجلدكم، والتي للأسف الشديد ترفضونها رفضا قاطعا، بل وصل بكم الأمر إلى أن تكذبوا أبناء بلدكم وصحافتكم، والتي تسمونها في بلادكم الجزائر يسمي الصحافة أخي رضوان في الجزائر صحافة الزيغو، مع العلم أنه حقيقة تأتي بمعطيات حقيقية وصحيحة. هذا واضح يا إخوتي الكرام. بالنسبة لمسألة 60 طن، فأعتقد أنه الآن أنا سأخرج من هنا لأبحث عن هذه الطائرة التي ستحمل 60 طن وتملكها أقوى دولة في المنطقة. فأعتقد أنه مسألة أخرط برك ليست على الرأي المغربي ولا على الأخ رضوان، وإنما يمكن أن تطلق هذه البروباغندا على التبونيين وعلى الجزائريين وعلى البسطاشيين، هم يصدقون أي شيء يأتي من عندك أنت ومن الكدار الآخر، فطبيعي جدا. تحية طيبة أخوي رضوان، واعتذر إذا كانت هناك يعني مقاطعات للمساحة. شكرا جزيلا لك. الإخوان غير بالمناسبة ملي قلت له قبيله ميس إليوت راه مغنية، حيت هو مادي ومن بعد حمزة ومن بعد شاب قاتل. تفضل اخي الرأي. علين السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. تحية طيبة لك أخي رضوان ولكل الإخوة الكرام، شكرا جزيلا على المساحة. حقيقة لازلت لم أعرف جيدا موضوع اللايف، لكن فقط في إطار أنه
لي زالجيريان الجزائريون للاسف الشديد اراهم مهتمين جدا. لي زالجيريان لي زالجيريان رضوان صحيح. فاراهم يا اقطع المايك الشريف، اقطع المايك وريح. اقطع المايك طلعت لي يتكلم. اقطع المايك نوبتي هذه. انا اعتذر نيابه. كاين شي حويجات مالك قطع الميكرو. انا رضوان جو في ريبوندر واعتذر بعد. شكرا. زبط فايمك، خلي الرأي يتكلم، خلي الرأي المغربي يتكلم. زبط فايمك. معليش لانه اخي رضوان انا اعتذر اخي رضوان دقيقه فقط. هاد البلبله انا ما كنبغيش البلبله عندي، الله يرضي عليكم. اعتذر اخي رضوان. لكن شوف كلمه المروك يا اخي رضوان، كلمه المروك يجب ان تكون مرفوضه ايضا. هذه هم يعتمدونها على الاهانه. فاستنى ما اقول يا شيخ القافله دقيقه، يا شيخ القافله من فضلك اخي، من فضلك. انا اللي عندي المايك من فضلك. انا مروكي الله يرضي عليكم، انا مروكي انسى. مروكي ماروكان ومغربي ويعمر بها فمه هي 3000. ولكن الله يرضي عليك خويا الرأي المغربي الله يحفظك. هذه الكلمه الا ممكن شوف الرأي عادي جدا. عادي نستخدمها بالاسبانيا اخي رضوان. الاسبانيه عاديه. اسمع لي الرأي سحبها عندي انا الله يرضي عليك. ماشي مشكل خويا رضوان، ماشي مشكل. على اي انا فقط في اطار الرد لانه فهمت. سحبها عندي اخي الرأي اذا كان ممكن. معليش حقيقه. على اي تحيه طيبه الاخوه الكرام. كما قلت لكم اراهم انهم مهتمين جدا بموضوع طنجه، ويعني يحاولون فيه استفزاز المغاربه، وفي نفس السياق انه مهتمين بكل ما هو مغربي اكثر من الاهتمام بما هو جزائري. الجزائري الذي كان معك يعني قال كلمه قانون العقار الدولي، وانا هذه اول مره اسمع هذه الكلمه حقيقه. قانون العقار الدولي، وكانه الامم المتحده اخرجت قانونا للعقار تجبر الدول العالم على ان يعني يطبقوه. فانا اسائل الجزائري لماذا الجزائر عوضت اليهود املاك اليهود للدوله الفرنسيه؟ وهذا مذكور على مستوى قناه فرانس 24 كانت تكبر هذه الصوره. الدوله الجزائريه كانت وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية الفرنسي مع السلطات الجزائرية لاسترجاع أملاك اليهود الفرنسيين، ولم نسمع جزائريا واحدا أو تبونيا أو أي كان يحدث الدولة الجزائرية لماذا عوضتموهم، لماذا اشتريتم أملاكهم ونحن هذه أرضنا وغيرها. وبالمناسبة أخي الكريم، حتى الشركات الفرنسية بخصوص هذا الأمر، حتى الشركات الفرنسية كانت تسعى إلى طرد، بل حتى أن السفارة أيضا شركات فرنسية، وهذا في 2013 إذا رآه يمكن تكبر الصورة وتخليها شوية لأنه عندي كثير من هذا الأمر حتى لا يظن الجزائر أنه يعني تاريخه الأسود أو ما يحدث في الجزائر غير معروف. شركة فرنسية هددت بطرد عائلات من بناء التابعة لأملاك الدولة الجزائرية. وأيضا أخي الكريم هناك السفارة الفرنسية في الجزائر، سفارة فرنسا، ما يخليها شويه خويا رضوان الله يحفظك. اوكي لا حيت ما بقى والو انا نخليك فوالا. سفاره فرنسا في الجزائر هذا في 2011 تشرد 90 عائله وتطردها من سكناتها الوظيفيه للشارع. وايضا مواطنه فرنسيه 20,000 عائله طردته. هذا مذكور في قناه العربيه، لا ياتي احد ليقول لي انك تدلس على المغاربه، هذا مذكور في قناه العربيه. وبالمناسبه هذا في 2019 مواطنه فرنسيه هددت بطرد 20,000 جزائري من مساكنهم وعوضتهم. ومن تدخل؟ الدولة الجزائرية دفعت بعد اتفاقها مع وزير الداخلية الفرنسي، عوضت هؤلاء الناس. بمعنى أنه الجزائري المسكين للأسف الشديد يرى ما في المغرب ويظن أنه هذا الأمر يعني، بالعلم أنك أخي رضوان أنت وضحت الموضوع بشكل كامل، لا علاقة لليهود به، ولكن الجزائري مريض بشيء اسمه اليهود، وهو لن تسمح له حتى بلاده بالخروج إلى التظاهر مثل بقية الشعوب، إلى أن اجتمع مجلس الحرب في الدولة الجزائرية وأمن المظاهرات وأنزل المخزن كما تعجبهم هذه كلمة المخزن الجزائري، أو إن صح التعبير العسكر الجزائري، ليؤمن هذه المظاهرات. ويعني تم اعتقال علي بالحاج
الذي خرج بلافتة بسيطة في بداية قصف غزة وفي بداية الحرب في غزة، وتم اعتقاله ولم يسمح لأي جزائري أن يخرج للتظاهر إلا بعد أن تم رسم مسار التظاهرات والشعارات التي ترفع، لأن النظام في الجزائر يخاف من الشعب، وهذا ما يسعى يعني شياتة النظام في الجزائر إلى محاولة تلميع هذه الصورة على أن الشعب مع النظام ومع الدولة ومع ذلك. لكن في حقيقة الأمر في عز المواقف يظهر أن النظام في الجزائر يخاف من الشعب ويخشى المظاهرات، لأنه سترفع شعارات الحراك التي تحرج الجزائريين أو التبونيين صح التعبير أكثر مما تحرج النظام بنفسه. تحية طيبة أخي رضوان وشكرا جزيلا لك. بالنسبة للمتاجرة بالقضية الفلسطينية هذا ليس شيء بجديد، ليس بالشيء الجديد. وأنت قلت مسألة، الوفود الجزائرية كل ما تستطيع القيام به هو الانسحاب، كما انسحبوا من الكاف، انسحبوا من الأمم المتحدة، وانسحبوا من القمة العربية، وانسحبوا من غيرها. هذا كل ما يستطيعون القيام به. أما أن يقفوا في المنابر ويرفعوا الكلام الذي يجب أن يقال في الأمم المتحدة التي صدع رؤوسنا بأنهم دخلوها دخول الفاتحين وبدعم دولي كبير، وحينما حانت الوقت لنسمع هذا الصوت الجزائري وهو يضرب في أمريكا ويضرب في الإسرائيليين ويضرب في الغرب، كل ما استطاع الجزائري هو أن يحمل محفظته وأوراقه ويخرج لنا الإعلام الجزائري ليطبل انسحاب تاريخي، لقد انسحب الوفد الجزائري. يا أخي انسحبت بعدين انسحبت بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. تحية طيبة أخوي رضوان. عليك أخويا الرأي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوه فيه الدكتور المغربي عبد الحق الصنايبي قاهر الكراغيلة والكبرانات، واللي غادي يستمر في فضح النفاق والمتاجرة ديال النظام العسكري الحاكم في الدولة الجزائرية بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، وغادي يكشف بالتفاصيل وبالدلائل بأن الجزائر عندها علاقات جد ممتازة مع الكيان الإسرائيلي وكتعامل معه منذ تأسيس ما يسمى بالدولة الجزائرية ليومنا هذا، وأن قضية الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هي مجرد شعارات فارغة زرعها النظام العسكري الحاكم في الدولة الجزائرية بين الشعب الجزائري. لكن الحقيقة هي أن فلسطين آخر هم لدى كبرانات الجزائر، والدليل هو أن الجزائر هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة اللي منعت المظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين من بعد الاعتداءات اللي قام بها الكيان الإسرائيلي ضد خوتنا والأهل ديالنا في فلسطين المحتلة. المهم إخواني الكرام، ما نطولش عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعليق. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي أول مرة كيشاهدوا القناة، كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. يطمح الدولي المغربي أمين حريت إلى العمل بشكل أفضل مع فريقه أولمبيك مارسيليا وتحسين جودة اللعب في قادم المباريات. أمين حريت قال في تصريحات صحفية بعد مباراة ناديه أمام إيك أثينا اليوناني في اليوروبا ليج إنه يسعى لمواصلة العمل الجاد وتطوير نفسه مع مارسيليا أملا بتحقيق نتائج جيدة تسعد الجماهير.
وأوضح اللاعب المغربي أنه مع فريق بحجم الأولمبيك حيث وأوضح اللاعب المغربي أمين حريث أنه مع فريق بحجم الأولمبيك يجب تحمل الضغط الجماهيري والاشتغال على التعامل معه من الناحية الإيجابية، معتبرا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو. وتابع حريث أنه من الواجب التركيز في قادم المباريات خاصة في الدوري الفرنسي، مشددا على ضرورة الفوز في مباراة الأحد المقبل أمام فريق ليون لتسلق المراكز والوصول إلى ترتيب أفضل في الدوري الفرنسي. وتألق حريث في آخر مباريات فريقه بعد عودته من الإصابة سواء في الدوري المحلي أو في الدوري الأوروبي بعدما سجل هدفا ومنح 5 تمريرات حاسمة إلى حدود الآن. المهم إخواني الكرام، بلا ما نزيد نطول عليكم في المقدمة ونخليكم تشاهدوا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا كالعادة بالإعجاب والتعليق. بالنسبة للإخوان ديالنا لأول مرة كيشاهدوا القناة كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما.